موضوع فقرة الصحة والرشاقة النهاردة مهم جدا، مهم لأي شخص عايز يخس بطريقة صحية وعايز يفهم ايه الغلطات اللي بيعملها وممكن تأثر بالسلب على نزول الوزن أو على صحته، وايه المعتقدات اللي ممكن يكون فاهم انها صح لكنها غلط أو العكس. علشان كده منوراني النهارده في الاستوديو دكتوره سالي فيكتور، اخصائيه التغذيه العلاجيه وعلاج السمنه من الفريق الطبي لشركه اون تارجت فارما. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيكي، عامله ايه؟ انا زي الفل، انت عامله ايه؟ زي الحمد الفل. لله الحمد لله. قولي لي ايه بقى، ايه اشهر الخرافات ايوه. اللي الناس بيقولوها لك عن فكره ان الدايت ما ينفعش معاه كده او ينفع معاه كده؟ ايه الخرافات الخزعبليه كتير. اللي بتقابلك بقى؟ اشجيني وقولي لي. اشجيني، خديني ايوه. النهارده. هو الناس فاكره ان انا علشان انزل في الوزن بشكل صحي ان انا لا اما اسكيب وجبات او اكل قليل قوي، او ان انا احرم نفسي من حاجات معينه او اكل اكل معين. وطبعا اول ما بناخد قرار ان احنا السبت هنبدا دايت بننزل الجمعه السوبر ماركت نشتري شوفان وبذور الشيا وعيش سن ونفضل نشتري شويه حاجات كده، في الاخر احنا برضو بناكل كميات كبيره منها، فبنلاقي ان احنا ما نزلناش في الوزن. فالناس دايما رابطه فكره الدايت لان انا هلغي اكل، هحرم نفسي وهاكل اكل معين. هو ده بس ده اكل الدايت. انا مش عارفه يا جماعه مين طلع اشاعه ان الاكل العيش السن اكل دايت يعني. هو طبعا الحاجات دي مفيده جدا، الحبوب الكامله من الحاجات اللي الجسم محتاجها. العيش السن بيشبع اكتر وسعراته حراريه يعني نفس سعرات العيش العادي، بس الفكره ان هو بيشبعني وقت اطول. لكن العيش الابيض او الدقيق الابيض مش هيشبعني فتره طويله، فهضطر ان أنا اكل منه كميه اكتر. يعني لو اكلت توست سن غير لو اكلت التوست اللي هو الابيض اللي بالحليب العادي، ده هيشبعني اكتر. الالياف دي طبعا بتساعد على الهضم بشكل كبير جدا. لكن الفكره ان هو نفس السعرات الحراريه، انا ما اختلفتش لو انا اكلت 20 توست سن هي لو اكلت 20 توست ابيض. فالناس دايما رابطه فكره الدايت باكل معين، انا هاكل اكل بقى معين بس مش ههتم بالكميات. فطبعا هو دوت اللي بيخلي الناس تقول لك انا جبت شوفان، انا باكل شوفان وما بخسش. يا جماعه الشوفان ممكن يستخدم في حالات النحافه وفي حالات السمنه. الفكره ان هو حبوب كامله بتشبع، مفيده جدا لجسمي. لكن برضو احنا بنلعب في حته الكميه، ما لو حطيت معاه لبن وحطيت معاه عسل وحطيت معاه زبده فول سوداني وحطيت معاه فواكه وحطيت الطبق اللي بيبقى شكله حلو دوت، لكن برضو هو السعرات الحراريه بتاعته كتير، فانا بتديني برضو الزياده عن جسمي او عدد سعرات حراريه اكتر برضو من اللي جسمي محتاجها. لكن احنا برضو بنحاول نوعي الناس في شركه اون تارجت فارما من الفريق الطبي الكبير بتاعنا ان يا جماعه احنا ممكن ناكل اي حاجه احنا محتاجينها. هناكل اكل البيت بتاعنا عادي، هناكل اكل اللي ماما بتطبخه او الاكل اللي انا بطبخه عادي في البيت، الطبيخ العادي، الرز، المكرونه، كل الحاجات دي. بس الفكره ان احنا بنظبط الكميات. وطبعا احنا لما بناخد كورس الانسوليوم قبل وجبه الغداء يعني بساعه، طبعا نشرب بعديها كوبايتين ميه. الانسوليوم لما يحسسنا بالشبع او يملى تقريبا تلتين حجم المعده، احنا بنبقى خلاص طالما انا ظبطت الكميه وظبطت النظام الغذائي بتاعي، انا هقدر بعديها اكمل بقيه اليوم وانا مش حاسه ان انا جعانه وحاسه ان انا بقى هبطت او الوجبه ما كانتش مكفياني او انا مش قادره اكمل في الدايت. لا، هفضل حاسس بالشبع طول اليوم. ده هيخلي اوتوماتيك عقلي ما يفكرش اصلا في الاكل بقيه اليوم، او ان انا نتعشى بقى مش عارفه ايه ونعمل ايه. لا، هحس ان انا شبعان، فخلاص هقدر امشي على النظام الغذائي اللي هو الاكل اللي احنا بناكله اللي بنحبه العادي خالص، بس هنظبط الكميه بس كده. اقول لك على بعض الخرافات مم. اللي احنا عارفينها كلنا وبتقابلنا من ناس كتير جدا، وعايزينك تصححي لنا هذه الخرافات. اوكي. مثلا الشوكولاته ممنوعه في الدايت نهائي، صح ولا غلط؟ لا، غلط. ليه بقى؟ الشوكولاته اللي هي بالحليب، مم. فكره الشوكولاته ديت هي من السكريات. الشوكولاته السكريات دي بتعتبر من الكربوهيدرات البسيطه، فالفكره ان هي بتتهضم بس بسرعه وبتعلي معايا السكر في الدم بشكل سريع. لكن لو انا اكلت الشوكليت اللي هي الدارك او 70% منها كاكاو، بيبقى نسبه السكر فيها قليله وفي نفس الوقت هي طعمها حلو. السعرات الحراريه بتاعتها مش عاليه قوي، ممكن احسبها من ضمن النظام بتاعي. وطبعا الحاجات دي مهمه جدا لان احنا برضو بنهتم بالسناكس ما بين الوجبات. الفكره السناكس طبعا هي يعني هتساعد معايا ان انا ما احسش بالجوع قوي، فما اقرص على نفسي ان انا ابقى جعان، فاروح بقى في الوجبه اللي هي الرئيسيه او الوجبه بتاعتي سواء الغداء او العشاء اروح واكله
اكل كتير او كميه ضخمه. ده غير طبعا ان الشوكليت معروف ان هي بتعلي معايا هرمون السيروتونين او هرمون السعاده، فده هيحسسني برضو نسبيا ان الدايت مش حاجه صعبه، وان انا بدلع نفسي كده يعني بدي نفسي يعني حاجه طعمها حلو ومش بحرم نفسي من حاجه. فطبعا ده هيلعب على عاملين بشكل كبير جدا، ان السعرات الحراريه هتكون مظبوطه وطبعا هي مفيده لجسمي، وفي نفس الوقت انا حسيت ان اكلت حاجه مسكره طعمها حلو جنب مثلا فنجان قهوه او مثلا معاها مكسرات، فيعني انا متدلع بسط نفسي. عظيم. الخرافة التانية نخش على اللي بعدها. ان الوزن بيتحسب حسب الطول، امم صح ولا غلط؟ هي فكره الوزن، احنا لما بنوزن على الميزان احنا وزننا، لكن احنا دايما بنقول للناس لو انا فعلا عايز اعرف الوزن بتاعي مظبوط، اعرف اذا كان فعلا وزني متناسق مع طولي ولا لا، بنعمل انبادي. ليه؟ لان الانبادي مش بس هيجيب لي وزني اللي انا شايفاه، لا ده كمان هيحسب لي نسبه الدهون في الجسم. لان في ناس ممكن يبقى مثلا شكلها طويله مثلا عريضه كتفها عريض، بالذات كمان في الرجاله، بس عندها بطن صغيره بسبب العادات الغذائيه الغلط الكتير اللي هم بيعملوها. فالبطن الصغيره دي معناها ان في دهون زياده عن الموجوده في هي جسمي. قصدها كرش بس مكسوفة تقول كده. ايش عايزين بس يعني نقول للناس كده، ايش عايزين نضايقهم قوي يعني. فالبطن دي معناها ان في دهون متخزنه جوه جسمي. الدهون دي حتى لو هي مش تحت طبقه الجلد، لا ممكن كمان تكون في دهون داخليه حوالين الاعضاء، دي اسمها دهون حشويه. دي برضو خطر جدا، او نسبتها الزياده برضو في جسمي ده برضو بشكل كبير، ده يعني مش صح، او ان انا لازم ابقى محافظه على نسبه الدهون في الرينج الطبيعي بتاعها. وكمان تكون نسبه العضلات في جسمي اللي هي برضو يعني في النسبه المظبوطه بتاعتها، عشان ده معناه ان الحرق عندي شغال كويس جدا، المناعه عندي متظبطه. كده انا بتاكد ان انا ماشيه على الدايت مظبوط. لان في ناس بتقولك انا خسيت كتير جدا، بس تيجي بقى تشوفي هتلاقيهم نزلوا عضلات يعني بعد فتره، يعني مثلا على المدى الطويل هتلاقي بقى الدايت اثر عليهم، هذلان بقى، ده ضعفان، عنده هبوط. في ناس كتير جدا ممكن يجي لها انيميا بعد فتره دايت طويله، بس هي طبعا مش تبقاش فتره صح. فكل الحاجات دي ممكن ما احسش بيها دلوقتي، انا خلاص بعمل دايت بقى وبخس ففرحان بقى بنفسي وشكلي بقى حلو والكلام دوت. لكن لما اجي بقى اعمل انبادي، صدمه، مفيش عضلات في جسمي، فالمناعه مش متظبطه، ممكن اخد اي برد بسرعه. بعد فتره كمان بقى السيدات بتعاني، الشعر بيقع، بيتقصف، الضوافر ضعيفه جدا، هالات سودة ظهرت، حتى كمان نفسيه بتبدا بقى ما تتظبطش. فاحنا لما بنقول للناس ان احنا بنخس بشكل صحي، او ان كورس الاناسيليوم او الكورسات المكثفه عندنا هتساعد ان احنا ننزل في الوزن بشكل صحي، حتى لو احنا فعلا قعدنا فتره اكتر من اللي احنا كنا متخيلينها، بس انا نزلت دهون ما نزلتش عضلات، فلاقي ان طولي متناسق مع وزني. غير بقى كمان على الميزان، كمان في الانبادي او مؤشر كتلة الجسم، بيكون في المؤشر الصحيح بتاعه او الرقم بتاعه بيكون مظبوط. فالناس بتلاقي بعد فترة دايت ممكن تكون طويلة، بس انا بعمل دايت وانا كويس، مناعتي متظبطة، ما حسيتش بقى احساسات بتاعت الدايت لو انا تعبان، مفيش هزلان. الاجهاد، انت الاجهاد، عامله الخمول. بتنزلي في الوزن وانت عادي، يعني بالظبط، يومك زي الايام العاديه. بالظبط بنزل اه شغلي. لو انا مثلا سيدة منزل بعمل واجباتي عادي مع اولادي، وطبعا الامهات بيبقى عندها طول اليوم بقى معركة، الصبح نودي المدارس ونيجي نحل الهوم وورك وعندنا تمرين وعندنا مش عارفة ايه. فلو انا بعمل دايت مش صح، انا هاجي في نص اليوم هفصل، مش هقدر اكمل اليوم بتاعي. لكن احنا لما بنخس بشكل صحي او بناكل فعلا الاكل اللي احنا عايزينه بس مظبطين الكميات، ومعايا الكورس المساعد او وسائل المساعده عشان تحسسني بالشبع وتظبط عمليات الحرق او التمثيل الغذائي في جسمي، هلاقي ان انا يومي بيمشي بشكل طبيعي جدا. انا مش طول اليوم بفكر هاكل ايه او هشرب ايه، عشان أنا خلاص في نظام غذائي الدكتور متابع معايا بيه مع الكورس، باكل اللي انا عايزاه، مظبطه الكميات، الكلام ده كله، فاليوم خلاص هيمشي طبيعي جدا زي قبل ما بعمل دايت، زي وانا بعمل دايت بالظبط. فبعد كده بعد فتره الناس بتخلي ده اللايف ستايل بتاعهم، ده حياتهم. الاناسيليوم بقى خلاص بقى احنا خدنا عليه وبقى بالظبط. في جيبنا في شنطتنا على طول او قبل الغدا على طول، فاحنا بقى خلاص خدنا على الموضوع يعني بقى اللايف ستايل بتاعنا ان احنا بناكل اكل صحي. حتى بنظبط الكميات. بعد فتره بقى الناس تقول لك ايه، اصل انا حاسه معدتي صغرت. فلا يعني هي معدتك ما صغرتش، بس انت خلاص عودت جسمك على عدد كالوريز معين، الجسم خد الطاقه اللي هو محتاجها، الكالوريز اللي هو محتاجها، وفي نفس الوقت انا بقوم بعمليات الحيويه بشكل طبيعي جدا. عظيم. الخرافه رقم 3 عايزه في فوازير شهرزاد. الاكل بالليل بشكل عام
بيزود الوزن، صح ولا غلط؟ دي بتعتمد على حاجات كتير. ايوه. لو انا مثلا بشتغل بالليل، مش هقدر اقول له ما تاكلش بالليل، ما انا شغال بالليل، عندي مثلا شيفت نايت، ده نظام حياتي ان انا باخد شيفت بالليل او مثلا بنام طول النهار. فايه المشكله ان انا اكل بالليل؟ هو انا الجسم عارف يعني اللي هو انا خلاص شغال بالليل لازم اقطع اكل؟ ما انا هيحصل لي هبوط، او انا مش هاكل ولا نايم، يعني ما انا بنام طول النهار. لكن الفكره ان احنا بنقول للناس ان احنا ناكل مثلا، نخلي اخر وجبه قبل ما انام بساعتين، علشان غير بقى طبعا ان هي الدهون دي بتتخزن بقى في جسمي خلاص، اصلا أنا يعني مش محتاج اصلا الطاقه ديت. احنا كمان لما بننام عمليه الاستلقاء على السرير، او ان احنا بننام كده، ده ممكن يخلي اصلا الاكل اللي اتخلط مع الاسيد بتاع المعده يرجع تاني في المريء، فيعمل ارتجاع مريء. فيعمل ارتجاع مريء. ممكن بقى الناس تقول لك انا حاسس ان في حد واقف على قلبي وانا نايم، حاسس ان انت تقلان، مش قادره اتنفس بالليل. في ناس بتقوم في نص الليل مش قادره بسبب الاكل اللي هي اكلته. لكن طبعا انا لو كلت بالليل، بس انا عندي بالليل او انا مظبط مثلا وجبه العشاء بتاعتي، فخلاص انا كده اكلي بالليل بالنسبه لي ممكن ما يبقاش ازمه قوي لو انا باكل الاكل بتاعي مظبوط في النهار. لكن لو انا ستايل حياتي اصلا شغال بالليل، لا مفيش مشكله ناكل بالليل، بس احنا بنظبط الاكل او بنظبط النظام الغذائي على حسب اللايف ستايل بتاع الشخص. فاحنا بنقول للناس، او احنا بنساعد الناس في شركه اون تارجت فارما، ان احنا مع النظام، مع الكورس لما بنديهم نظام غذائي، بنحاول ان احنا نتماشى مع اللايف ستايل بتاعهم. يعني حسب حياته عايشه ازاي. في ناس بالظبط. طول عمرها على فكره شغلها بالليل وبتنام بالنهار، بالظبط. فالاكل بالليل مش ممنوع. مش ممنوع طالما انا اه مظبط السعرات الحراريه بتاعتي، وخلاص دي من ضمن اصلا الوجبات بتاعتي. مع الانسولين كمان. ايوه طبعا. الخرافه رقم 4: المنتجات المنزوعه الدسم عظيمه، ما فيهاش اي سعرات حراريه، وكويسه قوي مع الدايت، صح ولا غلط؟ لا طبعا غلط. دي من الحاجات برضو اللي الناس فاكره ان انا لما اكل شوفان، نفس اللي احنا قلناه في الاول، لو كلت شوفان هخس. الفكره ان اللبن مثلا كامل الدسم او المنتجات اللي فيها دهون، انا الدهون دي جسمي محتاجها. يعني انا مثلا لما بعمل نظام غذائي ببقى مظبط نسبه الكربوهيدرات مع نسبه البروتين مع نسبه الفاتس. احنا محتاجين 30% من السعرات الحراريه بتاعتنا تكون فاتس اصلا. الفاتس دي مهمه جدا في اللي كذا حاجه في جسمي، انها طبعا مصدر من مصادر الطاقه، غير كمان ان في بعض الفيتامينز اللي محتاجه الدهون دي في جسمي عشان تشتغل، زي مثلا فيتامينات، فيتامينز A، فيتامين D، فيتامين K. كل الحاجات دي هي مهمه جدا لجسمي وانا محتاجاها. فالدهون دي غير انها كمان بتظبط الهرمونات في جسمي. فانا ما ينفعش ان انا افضل طول الوقت عايش انا ما اخدش دهون خالص، لا انا ممكن اخد دهون صحيه، او ان نخلي الدهون بدل ما هي من مصادر مش صحيه ناخدها تكون موديفايد، دهون كويسه لجسمي، جسمي هيحتاجها، هيستخدمها كطاقه، هيستخدمها في حاجات تانية. لكن هي بتبقى زي موضة شوية ان احنا ننزل بقى نشتري حاجات مش عارفة ما فيهاش دهون او ما فيهاش نسبة دهون قليلة، بس ده برضو مش صح. طالما انا لو خدت نسبة اقل من الدهون اللي جسمي محتاجها برضو جسمي هيتعب. المشروبات بقى اللي هي زيرو كالوري ومن غير سكر والحاجات دي، ده تمشي مع الدايت؟ ايه بقى المشروبات؟ لو ما احنا مش مثلا هنعرف نسميها السوفت درينك زي ما بيقولوها او يعني هي الحاجات دي فكرتها ان هي حتى لو هي برضو زيرو كالوريز، احنا مش عايزين نحرم الناس من المياه الغازية، بس الفكرة في المياه الغازية ان فيها كمية سكر مش طبيعية، كمية سكر كتيرة جدا جدا جدا. فده هيستفز هرمون الانسولين بشكل كبير جدا، هيعمل لود على البنكرياس ان بقى محتاج كمية كبيرة من الهرمون. ده غير كمان لو انا حد اساسا عندي مرض السكر او عندي دهون ثلاثية، عندي كوليسترول، طبعا الحاجات دي مش حلوة جدا. غير بقى بعض الاضرار حتى التانية. لو زيرو كالوريز زي ما يعني بيقولوا. احنا انا في مش الاول بصدق الحقيقه. مش هي ممكن تكون هي طبعا عشان هي فيها سكر تاني اسمه الاسبرتام، فهي مش نفس سكر العادي او السكر الابيض، بس هي مضرة لجسمي. فليه يعني احنا بنقول للناس فليه؟ الخرافه رقم ايه؟ 5: 5. الشاي الاخضر والكمون والجنزبيل والليمون الخ 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 بيخسسوا. بيخسسوا او ايوه بيساعدوا على ان احنا يبقى والله جسمنا في ناس صحي. تقول لك انا اكل الاكله التمام واشرب بعدها الشاي واضرب الاخضر. والكركم باين ولا اللي ما اعرفش ايه، واقوم مدياها قال يعني هيسيح كل اللي كلته، صح ولا غلط؟ لا هو مش بيخسس، يعني مفيش مشروب معين هيخسس، ايوه لكن لكن الحاجات دي كلها بتساعد في عملية الخسسان او في رحلة نزول الوزن، لان هي بتبقى فيها مثلا مضادات اكسدة بتساعد انها تظبط مستويات السكر في الدم. يعني مثلا احنا عندنا المورينجا،
المورينجا دي حلوه جدا جدا، لان هي يعني هم حتى مسمينها عشبه الحياه، لان هو فيها فوائد مش طبيعيه، غير انها مليانه مضادات اكسده بتساعد جدا في عمليات الهضم. لو حد عنده حسر هضم او مثلا عنده مشاكل في معدته بتساعد بشكل كبير جدا. غير طبعا هي يعني ممكن يكون طعمها حلو. لبعض الناس بتحب المشروبات العشبيه، فبرضه ده بالنسبه لها حلو جدا. بتظبط جدا مستويات الانسولين في الدم، لان بتخليها مستويات مظبوطه في الدم. فلو انا حد عندي مقاومه انسولين او بعاني مثلا من مرض السكر، فده بشربه بيظبط معايا جدا، حتى لو انا يعني ايه كلت حاجه كده. ده مع الدايت. ده مع الدايت. طيب سؤال اخير، الا وهو جمل بتودينا كلنا في داهيه. يا اختي انت حامل، انت بترضعي، كلي بتاكلي الاثنين، كلي حلاوه طحينيه، كلي عسل اسود، لا بلا بلاهات. جدتهاتنا صح ولا غلط يا هانم؟ جدتهاتنا يعني بتغذينا قوي يعني. ايوه. طبعا هو فتره الحمل، فتره الحمل احنا لازم ناكل اكل مظبوط. ممكن سعرات الحراريه تزيد شويه، لان طبيعي السيده في فتره الحمل ممكن تزيد لحد 12 او 15 كيلو. من 9 ل 12 كيلو في ناس يعني احنا في الكتاب بيقول كده، احنا مصر نوصل ل 40 يا هانم. احنا في مصر يعني مش ماشيين قوي على الكتاب، بس في بعض الدكاتره عادي بترشح لحد 15 كيلو، ويقول لك يعني احنا كده تمام. لكن اصلا لو احنا زدنا اكتر من كده ده خطر، لان ممكن الدكتور يشك اصلا في سكر حمل، ممكن تكون في حاجات مش مظبوطه. الدهون الكتير دي طبعا غلط، لان اصلا وزن البيبي بيكون فعلا تقيل عليها، فكمان مع الدهون الموضوع بيكون ايه يعني خلاص. يعني بعد بقى ما بتخلف يقول لها لازم بقى العيل اللي يتولد نحط مكانه فرخه ايوه والمغات يا ريتها على الفرخه بس. هي حاجات طبعا كتير. احنا في سيدات كتيره جدا في فتره الرضاعه بتقول لنا انا مش قادره اسيطر على نفسي في الاكل، انا طول اليوم برضع، فطول اليوم حاسه بجوع كتير جدا، فباكل كتير او النقنقه لا بقى. دي تجيلكوا بقى وتعملوا لها كورس حضرتك. احنا بنساعدها بالانسيليوم على امال طول. ايه نتواصل معاكم ازاي يا دكتور؟ طبعا الارقام الموجوده على الشاشه ممكن من خلال المكالمات او من خلال ابلكيشن الواتساب. موجودين بقى على السوشيال ميديا بقى، الفيسبوك زي مثلا صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، او من خلال صفحه دكتور نهال حافظ على الفيسبوك برضو. ممكن كمان من خلال الانستجرام برضو، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، او صفحه دكتور نهال حافظ طبعا على الانستجرام. شرفتينا دكتور سالي. ربنا يخليكي. لاون تارجت فارما. وبكده تكون خلصت حلقتنا. استنونا في حلقه جديده من حلو الكلام مع منال.